اشتري ال 17 1750 هي انسب عدسه لتصوير. الشرط بتاعها عالي جدا. يا ابني دي وألوان. بتهرب فوكس. ده شكله غني جدا. يا عم دي بتهرب فوكس يا عم. ليه 1750 اوف، سيجما؟ ده مع 1750 ده هو اللي هيصور صور 1750 ملهاش حل. يا في ابن الفرق. اللعيبه جبتها ازاي دي؟ ملهاش حل. عدسة جميلة اشتري جدا. 1750. 1750 هي انسب عدسه شكله لتصوير. غني جدا. 1750 يا ابن اللعيبه جبتها ازاي دي؟ ملهاش حل. عدسة جميلة جدا. 1750 هي انسب يا ابن عدسه المحظوظة، يا ابن لتصوير. المحظوظة، يا زمانه هايص، يا زمانه هايص. ده شكل الظاهر لعب يا معاه عم جامد قلت لك أوي. بتهرب فوكس يا عم. عدسة ده خيال انا خيال. معايا العدسه دي اسود يا العالم. عيني اشترى 1750 سيجما. بص المغفل اهو، المغفل اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة التسويق بالمصري. معاكم محمد فتحي. حلقة جديدة النهاردة موضوعها مختلف شوية. الموضوع كله صدمة. الصدمة عن إيه أو إيه اللي حصل معايا؟ الصدمة عن 1750. بس واحدة بس اهدى. عارف دلوقتي بتقول انت عملت فيديو عن 1750 و1750 ممتازة وانت بتشكر فيها وبترشحها لكل الناس. اهدى، هشرح لك انا كده لسه برشحها لكل الناس برضو والله، بس هفهمك ايه اللي حصل معايا. زي ما بيقولوا بالبلدي كده، الحلو ما يكملش. مستحيل تلاقي عدسة بالسعر ده بالمميزات دي ومفيش فيها ولا عيب. بعد ما جبت 1750 بفترة صورتش بيها كتير، يعني صورت بيها مثلا اوردرين 3. العدسة كانت كويسة معايا لحد ما كنت بصور بيها من حوالي اسبوع واكتشفت المشكلة. ايه هي المشكلة؟ المشكلة زي المشكلة دي بالظبط. العدسة بتيجي في بعض الأوقات ما بتعملش فوكس، مش بقى باك فوكس أو كده، ما بتعملش فوكس. الرينج فوكس يقعد يلف ما بيعملش أي فوكس. اكتشفت ده امتى؟ وانا في وسط الاوردر، في وسط الفرح. كان كل ما حد يجي يقف عشان اصوره، اما اجي اصوره العدسه تعمل موضوع الفوكس ده، ما كانش بيجي فوكس على الشخص وكانت الصوره بتطلع باعجوبه. الفرح ده خارج من القاعه معايا 288 صوره بعد الفلتره. طبعا الصور المتكرره او الصور الوحشه مع الصور الاوت فوكس فلترت حوالي 90 صوره. 90 صوره دول منهم حوالي من 20 ل 25 صوره اوت فوكس. ايه بقى حكايه 1750 بعد ما رجعت وعملت سيرش على المشاكل وعلى اللي فيها، وده مشكله مني ولا هل ده سوء استعمال مني ولا هل في ايه في العدسه بالظبط؟ اتضح ان العدسه بينزل منها فيرجنز، كذا اصدار، وكل اصدار بمشكله. يعني لقيت ناس، طبعا الكلام ده مش فيديوهات عربيه ولا مصريه، لا طلع ان في ناس اجانب شفت فيديوهاتهم في اللي عنده الاصدار اللي فيه مشكله اللي هي موضوع الفوكس بتاعي ده. في اصدار تاني اللي هو بيعمل باك فوكس، اللي هو الفوكس تبقى انت محدده على شخص والفوكس يجي في نقطه تانيه غير اللي انت محددها. وفي اللي اصلا مع العدسه ما بتعملش فوكس، مش بتعمل زي ما انا بعمل معايا والرنج بيتحرك، لا الرنج ما بيتحركش اصلا. هل ما زلت برشحها للناس؟ ما زلت برشحها بالناس، وما زلت عند كلامي ان هي من احد واحسن العدسات في الفئه السعريه دي للكروب فريم مقارنه بال 1755 نيكون. 1755 كانون. 1755 نيكون عامله 26000 جنيه جديده. بالنسبه لل 1750 سيجما فهي عامله حوالي 7000 الا ربع او 7000 جنيه جديده. فرق السعر حوالي 3 اضعاف سعر السيجما في النيكون. فانك تجيب عدسه زي دي يكون فيها مشكله وتحاول تتفاداها احسن ما تجيب عدسه بسعر اللي هي 1755 اللي هي 26000 جنيه. اتفاداها ازاي؟ بالنسبه لمشكلتي مع التجربه، طبعا انا دماغي ما بقتش فيا ازاي بيحصل كده، ده العدسه لسه جايبها من قريب. اتضح لي ان المشكله بتحصل على الفوكال لينس 17 مللي على وضع البورتري مود، اللي هو ايه؟ يعني وانا بصور بالكاميرا بالطول اللي هو وضع البورتريت على 17 مللي، ما تقوليش ايه التفسير، انا مش عارف ايه التفسير. على 17 مللي او الوايد انجل بالذات ما بتعملش فوكس. هات 50 مللي او 55 مللي او 45 مللي والكلام ده فوكس وشاربنس زي ما انت عايز في البورتري مود وفي اللاندسكيب مود. اللاندسكيب مود في ال 17 مللي 50 مللي اي فوكال لينس في العدسه واي فئه عدسه بتعمل معاك فوكس كويس جدا. يعني العيب الوحيد انك في البورتريت مود في الوايد انجل 17 مللي او حاجات زي كده ما بتعملش فوكس.
قول لي ايه الفكره، مش فاهم. جربت كل الاوضاع كل الاشكال مع كذا شخص كذا وضع اضاءه، قلت يمكن يكون القاعه اضاءتها ما كانتش كويسه، يمكن يكون في عيب في ان الموديلنج لامب اللي في الكاميرا اللي هي بتنور لو ما فيش اضاءه كامله مش واصله للاوبجكت اللي بتصور شكل الكاميرا، مش عارفه تعمل فوكس. جربت كل حاجه مش لاقي تفسير، يعني هي شغاله زي الفل بيرفكت في كل حاجه، شاربنس، الوان، لاندسكيب، بورتريت، بس ليه على البورتريت في الوايد انجل مفيش فوكس؟ ما تسالنيش. مانوال فوكس كده 120% مش 100% مانوال فوكس. اوتوماتيك زي الفل، هو الوايد انجل في البورتريت مود بس. لو حد بيتفرج عليا وعنده تفسير يا ريت يقوله لي. جربت فتحات عدسه مختلفه، فتحات عدسه واسعه، فتحات عدسه ضيقه، اضاءه مختلفه، كل حاجه ظهرت عندي المشكله دي. انا عارف اتفاداها ازاي. بعد كده مش هصور بورتريت على وايد انجل، هصور البورتريت بتاعي على ال 50 مللي او ال 55 مللي ان امكن. انما تفسير المشكله انا ما عنديش تفسير، ولغايه دلوقتي ما زلت برشحها للناس لان هي افضل اختيار قدامك وبالنسبه لك. لان انا شخصيا جربتها فتره، خلال الفتره دي كلها بغض النظر عن اللي بيقول ان هي بتهرب فوكس وانا كنت بدافع عنها، بس هي فعلا بتهرب فوكس بس مش بنسبه كبيره. يعني ما بين كل 100 صوره ممكن تهرب لك في صورتين 3 5. فحلها برضو معاك انك ممكن تاخد الشوت مرتين، لو فرح او حاجه تاخد الشوت بتاعك مرتين تحسبا ان واحد منهم يطلع اوت فوكس، بس هي مش دايما بتهرب فوكس. ولو انت مركز نقطه الفوكس بتاعتك كويس على الشخص اللي بيصور والاضاءه معقوله مش هتهرب منك اي فوكس. سريعه في الحركه، فهي فعلا سريعه في الحركه، وفي حركات الرأس في الافراح وفي حركات المفاجاه هي فعلا سريعه وبتلقطها والفوكس بتاعها كويس فيها جدا. بس زي ما انا قلت لكم على الوايد انجل في وضع البورتريت تعبتني جدا وصدمتني. الفيديو ده مش اساءه في العدسه ومش اساءه في شركه سيجما، انما الفيديو ده فيديو امانه. انا عملت فيديو العدسه ممتازه وهي ما زالت ممتازه عشان الناس ما تقولش ان انا منتقد او بقول كلام وبرجع اعكسه، بس دي تجربه مريت بيها، اتعلمت ان انا هصور على حاجه وضع معين بالعدسه دي وما زلت بحبها وما زلت هستعملها وما زلت مش هفرط فيها دلوقتي ولا هفرط فيها باذن الله الا لو جبت فول فريم او غيرت نوع الكاميرا. ف اللي يا ريت يتفرج على الفيديو ده يفهمني ويفهم انا عملت ده ليه. انا بشاركت تجربه معاكم وشاركت موقف ممكن يحصل مع اي فوتوغرافر مبتدئ او محترف في قاعه. على فكره انا كان معايا 18 55 في الشنطه احتياطي عدسه، يعني مجرد لو حصل اي حاجه استعملها، بس مع ذلك فضلت مكمل ب 17 50 لان كنت واخده زي تشالنج او تحدي ان انا هطلع بصور وبفوكس برغم المشكله اللي كانت حاصله لي، لان انا كان لازم اعرف ايه اللي حصل. والحمد لله خرجت وفلترت الصور وطلع معايا مفيش ولا شوت رايح مني في الفرح، مفيش حاجه مهمه راحت مني، كل شوت كنت باخده بدل الصوره مرتين. وفي وسط القاعه ادركت موضوع الفوكس ده فبقيت صور على فوكال لينس عالي. ضيعت مني بعض الصور بس قدرت استفيد بالصور دي تاني واصورها تاني مفيش مشكله، لان الصور دي كانت حاجات مش مهمه قوي او حاجات بتتكرر زي صور الراس او الكلام ده فمكرره كتير. يا رب تكونوا استفدتوا معايا النهارده وتعلمتوا من اللي حصل معايا. ولما تيجي تنزل فرح حاول انزل بعدستين عشان ما تضمنش اللي ممكن يحصل معاك، حتى لو معاك ال70 200 او ال 24 70. لو معاك اعلى لينس في الكوكب خلي معاك حتى 18 55 او عدسه لو ضعيفه زوم معاك في الشنطه عشان ما يحصلش معاك زي ما حصل معايا. شكرا.